نصائح لحياة أفضل. اجلس صامتا لمدة 10 دقائق يوميا. خصص لنومك 7 ساعات يوميا. خصص من وقتك 10 إلى 30 دقيقة للمشي وأنت مبتسم. عش حياتك ب3 أشياء: الطاقة، التفاؤل، العاطفة. كن شكورا في كل شيء، ولا تنسى من صنع لك معروفا. اقرأ كتابا أكثر من التي قرأتها في السنة الماضية، وخصص وقتا مهما جدا للغذاء الروحي: صلاة، تسبيح، تلاوة، تأمل، صلة رحم. حول أحلامك إلى يقظة. أكثر من تناول الأغذية الطبيعية وأبتعد من الأغذية المعلبة. اشرب كميات كبيرة من الماء. لا تضيع وقتك الثمين فيما لا يفيد. أنسى المشاكل ولا تذكر غيرك بأخطاء قد مضت، لأنها سوف تسيء اللحظات الحالية. لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، ووفر طاقتك للأمور الإيجابية. وأعلم بأن الحياة مدرسة وأنت طالب فيها، والمشاكل عبارة عن تحديات ومسائل رياضية يمكن حلها بذكاء. كل إفطارك كالملك، وغداءك كالأمير، وعشاءك كالفقير. فطورك هو الوجبة الأهم، ولا تثقل في وجبة الغداء. وخفف ما استطعت في وجبة العشاء، وتصدق على الفقير، وأمسح رأس اليتيم. الحياة قصيرة جدا، فلا تقضاها في كره الآخرين. لا تأخذ ولا تأخذ جميع الأمور بجدية. كن سلسا وعقلانيا. ليس من الضرورة الفوز بجميع المناقشات والمجادلات. أنسى الماضي بسلبيته، فإنه لن يعود حتى لا يفسد مستقبلك. لا تقارن حياتك بغيرك. الوحيد المسؤول عن سعادتك هو أنت. ما يعتقده الآخرون عنك لا علاقة لك به، مهما كانت الأحوال جيدة أو سيئة. ثق بأنها ستتغير. عملك لن يعتني بك في وقت مرضك، بل أهلك ومحبوك، لذلك اعتني بهم. تخلص من جميع الأشياء التي ليس لها متعة أو منفعة أو جمال. الأفضل قادم لا محالة بإذن الله. مهما كان شعورك فلا تضعف، بل استيقظ وانطلق. حاول أن تعمل الشيء الصحيح دائما. اتصل بوالديك وعائلتك وأقاربك دائما، ولا تنسى الراحلين من الزيارة والدعاء. أعط كل يوم شيئا مميزا وجيدا للآخرين. عندما تستيقظ في الصباح وأنت على قيد الحياة فاحمد الله على ذلك. قبل أن تترك الفيديو لا تبخلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.